أهلا بيكم في حلقة جديدة من برين بايتس بودكاست. النهاردة بإذن الله هنتكلم على حاجة بنعملها يوميا وممكن نكون مش واخدين بالنا إن هي ليها أثر كبير علينا. ليه الأفضل إننا نشرب المية وإحنا قاعدين؟ وإزاي العلم الحديث بيأكد اللي اتقال من قرون في الدين الإسلامي؟ خليكم معانا في حلقة النهاردة هتغير نظرتكم لجرعة المية الصغيرة اللي إحنا بنشربها. أولا من الناحية العلمية، لما بنشرب المية وإحنا واقفين الجسم بيكون في وضع مختلف تماما عن لما نكون قاعدين. الدراسات العلمية بتقول إن شرب المية وإحنا واقفين ممكن يعمل الآتي. أول حاجة بيتسبب في اضطراب في توزيع السوائل، يعني لما بنشرب وإحنا واقفين المية بتنزل بسرعة وبقوة من المريء للمعدة، وده ممكن يخلي السائل يوصل للمعدة بشكل مفاجئ ويضغط على جدارها. تاني حاجة بيسببها شرب المية وإحنا واقفين إجهاد للكلى والمثانة. الجسم بيحتاج ينظم السوائل بدقة، لما المية تدخل بسرعة الكلى ممكن ما تقدرش تنظم الفلترة بنفس الكفاءة، وده على المدى الطويل ممكن يضرها. ده غير كمان أثر شرب المية وإحنا واقفين على الجهاز العصبي، لأن بعض الأبحاث أشارت إلى أن شرب المية وإحنا واقفين بيأثر على الجهاز العصبي الباراسمبثاوي، وده مسؤول عن الراحة والهضم، وممكن يخلي الهضم كمان أقل كفاءة. ده غير زيادة فرص الإصابة بعسر الهضم، لأن لما بتشرب وانت واقف انت بتقلل من فعالية حركة المعدة واستعدادها لاستقبال السوائل، وده بيأثر سلبا على عملية الهضم.